طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يتسلم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجاح حملة التشجير في الإقليم الجنوبي. مكتب الحجر الصحي للحيوانات والمحاصيل في تسني يعمل على سلامة الأغذية والحيوانات. الكونغو الديمقراطية تشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاما. متحور كورونا جديد يسبب رعبا عالميا، وأسبانيا تعود لفرض الكمامات. مقتل 15 شخصا في بايو غينيا جديدة عقب أعمال نهب. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل الرئيس سياس أفورقي في قاعة دندن لاستقبال الضيوف مساء اليوم وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، وتسلم رسالة من رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الرئيس سياس أفورقي والسيد سامح شكري أهمية التشاور والتنسيق بين إريتريا ومصر في القضايا الإقليمية الآنية والتحديات العالمية. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. وفي تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، أكد وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري أنه نقل تحيات وأمنيات القيادة والشعب المصري إلى القيادة الإريترية والشعب الإريتري، وقال أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والزيارات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين، وتقييم وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات. وقد قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس سياس أفورقي لزيارة جمهورية مصر العربية. وكان وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح قد التقى وزير الخارجية المصري. وصل وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري أسمر بعد ظهر اليوم. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي قرص 89% من جملة 2,500,000 شتلة أشجار تم إعدادها في الإقليم العام الفائت، نمت منها 77%. وأوضح وكيل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم السيد جبر ميكيل برهي أن 68% من 37 نوعا من الشتول التي تم إعدادها في 10 مشاتل في أجزاء مختلفة من الإقليم كانت من أشجار الألبان، و22% من الأشجار المستوطنة، و10% من الأشجار غير المستوطنة، مشيرا إلى أن المؤسسات والمدارس ودور العبادة وطلاب التنمية الصيفية ولجان التشجير وقوات الدفاع ساهموا بدور كبير في التشجير. وأشار إلى أن 323 مدرسة في الإقليم الجنوبي، أي حوالي 60% من مدارس الإقليم، تنشط في برامج الأندية الخضراء. وقد تم زراعة أكثر من 113 ألف شجرة من العام 2019 وحتى العام 2023 بإنشاء 232 ناديا. وقال أنه يتم اتخاذ إجراءات جادة للحد من إزالة الغابات، حيث تم تغريم 775 شخصا لمحاولتهم تهريب الفحم والحطب بشكل غير قانوني إلى المدن بالدواب. وتوجد في الإقليم الجنوبي 12,186 هكتارا من المحميات الدائمة، و60,493 هكتارا من المحميات المؤقتة. يقوم سكان ضاحية بشكاف ومديرية شامبوكا بنفير لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير الضاحية السيد زوانجيل برهان أن النفير التنموي يجرى في مجموعات عمل مرتين في الأسبوع للحد من انجراف التربة ورفع الإنتاج الزراعي. وذكر المشاركون في النفير أن المنطقة تأثرت من انجراف التربة ويعملون بقوة لإنجاحه. وأوضح السيد زوانجيل وجود برنامج مستقبلي لبناء سور في مقبرة الشهداء وبناء خزان مياه، ويحتاجون للدعم الآلي لتنفيذه.
يقوم مكتب الحجر الصحي للحيوانات والنباتات ومديرية تسني بالتنسيق مع شركاء العمل بإجراء أنشطة رقابة جادة تساهم في سلامة الأغذية والإنسان والحيوان. وقال رئيس المكتب السيد زر السناي صقاي أن ضمان الكفاءة الإنتاج الزراعي ومراقبة الآفات والأمراض وضمان محتوى وسلامة الكيماويات الزراعية وضمان استمرارية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مراقبة الأمن الغذائي البشري والحيواني والكفاءة المنزلية والمنتجات الزراعية، وكذلك مراقبة المؤسسات المنتجة للأغذية البشرية والحيوانية هي واحدة من المهام الرئيسية للمكتب، وهو مسلح بالمعدات اللازمة والموارد البشرية. وقال أنهم يركزون على الأمن الغذائي البشري والحيواني والسيطرة على الثروة الحيوانية وموارد المحاصيل ومؤهلات البذور والموارد الطبيعية ومكافحة الجراد الصحراوي، وقد قاموا بإنجاز أنشطة فاعلة بالتنسيق مع شركاء العمل والمزارعين. وأخيرا قال السيد زر السناي أن منتجات الحجر الصحي تخضع لفحوصات الكفاءة من قبل الخبراء حتى تكون جاهزة للاستخدام ومستوفية للمعايير اللازمة، مشيرا إلى اتخاذ خطوات ضرورية وآمنة للتخلص من المنتجات غير الكفؤة بموجب المؤهلات. وقال السيد تخلي كيداني خبير مراقبة الكيماويات الزراعية في المكتب أنه إذا لم يتم استخدام المبيدات بشكل صحيح فإن الضرر أكبر من الفوائد، موضحا بأن المبيدات الحشرية الكيميائية التي يستخدمها المزارعين بحجة حصد إنتاج وفير وسريع تتسبب في أذية الإنسان والحيوان والبيئة، داعيا استخدام المبيدات الحشرية بالتركيز على الطرق الطبيعية للوقاية، ويجب استخدام المبيدات الحشرية كخيار أخير. وقال خبير مراقبة جودة اللحوم أماني يماني أن الوحدة تراقب التحكم على الكفاءة في الماشية قبل وبعد ذبح الماشية، موضحا اتخاذ الخطوات للتخلص من اللحوم الفاسدة، وإن نقص النظافة والبيئة والمواصلات ظل يؤثر على العمل سلبيا، مذكرا إدارة المديرية لمنح هذه المسألة اهتمام أكبر. وقال المزارعون وأصحاب العمال أن من جانبهم أن أهمية الحجر الصحي مفيدة في عملهم، مؤكدين القيام بأعمال قوية بالتنسيق مع المكتب لضمان الأمن الغذائي. أفاد مدير ضاحية ربع العلاي في مديرية أدوبحة السيد آدم إبراهيم تحقيق نتائج مرضية في مجال التعليم ومياه الشرب في إطار جهود توسيع الخدمات الاجتماعية. وذكر وجود مدرستين ابتدائيتين في مدغدغ وقادم كراس، وعدد الطلاب في ازدياد المستمر، غير أن الطلاب الذين ينتقلون إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية يتوجهون إلى دارات ومدينة نقفة. وقال إن السد الصغير المزمع إنشاؤه في مدغدغ يتوقع إحداثه تغييرا إيجابيا وتحسن خدمات مياه الشرب في قادم غارسا. وحول خدمات الصحة أوضح السيد آدم وجود نقص بصفة خاصة في مدغدغ وقادم غارسا، ويذهب المرضى إلى دارية ونقفة. يقطن ضاحية ربع العال 300 شخص في قريتين مدفن وربع العال. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. ارتفع منسوب نهر الكونغو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 60 عاما، مما تسبب في فيضانات في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الأشهر الماضية وفقا للسلطات. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الفيضانات غمرت عدة أحياء في كنشاسا ذات الكثافة السكانية العالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مجتمعات في أكثر من 10 مقاطعات. وقالت الوزارة في بيان الأسبوع الماضي إن ما يقارب من 300 شخص لقوا حتفهم، وتضررت 300 ألف أسرة، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل. وفي جمهورية الكونغو المجاورة التي تقع عاصمتها برازافيل أيضا على ضفاف النهر، قالت السلطات لرويترز أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات في 8 مناطق بما في ذلك العاصمة، مع تضرر أكثر من 60 ألف أسرة.
أعادت إسبانيا فرض ارتداء الكمامات في البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والإنفلونزا. وقالت وزارة الصحة أنها ستكون إلزامية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. وسبق أن أعلنت نهاية جائحة كورونا في يوليو الماضي، وخففت القيود تدريجيا بدءا من الأماكن العامة ثم وسائل المواصلات. ورغم معارضة معظم أقاليم إسبانيا 17 التي تتمتع بحكم ذاتي لهذا الإجراء، فإن الحكومة الجديدة فرضته وسعت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا إلى تقديمه كحل منطقي. وقررت الوزارة فرض الإجراء بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع سلطات الصحة الإقليمية التي جادلت بأن وضع الكمامة يجب أن يكون موصى به وليس مفروضا. في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 10,000 حالة وفاة بكوفيد-19 في ديسمبر الماضي، وحذرت من أن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا كبيرا. قتل 15 شخصا في أعمال نهب وحرائق متعمدة في واسعة النطاق في بايوغيني الجديدة. وذكرت مصادر إعلامية أن 8 أشخاص لقوا حتفهم في أعمال شغب بالعاصمة بورتو موزريزيبي، بينما قتل 7 آخرون في لاي شمالي البلاد. وكانت احتجاجات للشرطة والقطاع العام ضد خفض للأجور قد تسببت في حالة من الفوضى. وقال رئيس وزراء بايوغيني الجديدة جيمس مارابي في مؤتمر صحفي أن التوترات هدأت في العاصمة. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبينيز أن كانابري لن تتلقى أي طلبات للمساعدة من جانب بايوغيني الجديدة التي تدعمها بانتظام في مجال الأمن. قالت السلطات بمقاطعة بلاسار أن شخصا قتل وأصيب آخر جراء انهيار جليدي وقع بمنتجع للتزلج في كاليفورنيا. وذكرت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن المزيد من المفقودين بعد الانهيار الذي وقع بمنتجع بالديستاهو الواقع على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال شرق سان فرانسيسكو. ولم يتضح على الفور سبب الانهيار، إلا أن المنطقة الجبلية شهدت تساقطا كثيفا للثلوج خلال اليوم الماضي. وذكر أن المنتجع أن فرق دوريات تقوم بعمليات البحث. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس إسياس أفورقي يتسلم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجاح حملة التشجير في الإقليم الجنوبي. مكتب الحجر الصحي للحيوانات والمحاصيل في تسنية يعمل على سلامة الأغذية والحيوانات. الكونغو الديمقراطية تشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاما. متحور كورونا جديد يسبب رعبا عالميا، وأسبانيا تعود لفرض الكمامات. مقتل 15 شخصا في بايوغيني الجديدة عقب أعمال نهب. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.